واحنا كأي بلد عربية لازم برضو يعني ندي مساعدات. واحنا مصر على الأقل يعني هما بيدوا على قد ما هما يقدروا من معبر رفح اللي هما يوصلوا لهم مساعدات واكل وميه كفايه. وحتى ما بينزل لهم يعني ربنا بيبقى اكيد حاسس بيهم لما بينزل لهم مطر مثلا من السماء، بيبقوا اللي هو كأنهم عيد مثلا بالنسبه لهم، اللي هو في ميه في المكان او في حاجه. برافو عليك، انت متابع. هو الأول كان تفسير بلد عادي، واليهوديين عشان ألمانيا كانت بتقتلهم فهم جم فلسطين عشان يعيشوا فيها، قالوا لهم ممكن نعيش معاكم فيها. فلسطين طبعا قالت لهم ماشي، دخلتهم بلدهم. وفجأة اليهوديين قلبوا عليهم واحتلوا بلدهم، وحاليا مفيش غير غزة وحتة صغيرة في فلسطين هي الفلسطينيين عايشين فيها. ودلوقتي إسرائيل عايزة تاخدها كلها. عايزة تاخدها كلها، بس إن شاء الله مش هتاخدها كلها. فلسطين بالنسبة لي بلد جه الاحتلال وخدها، يعني بلد مش بتاعته وخدها، والكلام ده بقاله سنين لغاية يومنا ده، لغاية لما جه 7 أكتوبر وفلسطين حاولت تدافع عن نفسها وعرفت الحمد لله.